السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم جوج انواع من الحلوى. النوع الاول صابلي بالنوغا، والنوع الثاني غريبه براوني. وكما العاده بطريقه مبسطه وسهله. تبعوا معايا الفيديو الاخير، واذا كنتم مازال ما اشتركتوا في القناه كنتمنى منكم تشاركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم وصفات اخرى. نبداو على بركه الله. اول وصفه: في كاسرول فوق النار كناخذ 3 المعالق كبار من الزبده او ما يعادل 75 غرام. كنضيفوا كاس سكر حبيبات او ما يعادل 130 غرام. كنضيفوا 3 المعالق ديال العسل او ما يعادل 50 غرام. ربع كاس من الماء او 30 غرام. وفي الاخير كنضيفوا ربع كاس من الكريمه السائله او ما يعادل 30 غرام. بالنسبه للكريمه السائله فهي اختياريه، تقدروا ما تستعملوهاش. كنخلطوا الكل فوق النار حتى كنحصلوا على خليط متجانس كما كتشوفوا. كنحيدوا الخليط من فوق النار وكنضيفوا له 2 كؤوس كبيره من اللوز إيفيلي او شرائح اللوز، تقريبا ما يعادل 150 غرام. وفي هذه المرحله مهم جدا انكم تحركوا اللوز مع باقي العناصر. نحتفظوا بالخليط جانبا وندوزوا باش نحضروا البسكوي. في اناء كنحتاجوا نص رابعه من الزبده او ما يعادل 125 غرام. كنضيفوا نصف كأس من السكر كلاصي أو ما يعادل 60 غرام. قليل من الملح، قليل من الفاني. كنخلطوا الكل، وأهم حاجة خاصها تكون الزبدة بدرجة حرارة المطبخ باش ما تعذبش في الخدمة. كنضيفوا كذلك 4 كأس من الزيت النباتية أو ما يعادل 30 غرام. كندخلوا الزيت كذلك في الخليط. كنخلطوا الكل جيدا وكنضيفوا بيضة كاملة. وفي هذه المرحلة كنحاولوا نجمعوا فقط العجين بدون دلك باش ما يتجمعناش الصابلي في الفران ويتقلص الحجم ديالو. وكنضيفوا اخر المكونات اللي هي 4 كيلو من الدقيق او ما يعادل 250 غرام. كيف ما كتشوفوا في الفيديو حاولوا انكم تدخلوا الدقيق تدريجيا باش يسهل عليكم تحكموا في العجين. وكنستمروا حتى كندخلوا الكميه كامله ديال الطحين اللي استعملنا. وكيكون القوام ديال العجين على هذا الشكل، كيكون رطب. فوق سطح العمل كنوضعوا ورق الفرن، كنرشوه بالقليل من الدقيق. كنرشوا العجين كذلك. حاولوا ما توضعوش كميه كبيره من الدقيق. كنحاولوا نسرحوا العجين فوق الورق. السمك ديال العجين كيكون تقريبا نصف سنتيم. وفي هذا الوقت كنشعلوا الفران على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. وإلا كان الفرن ديالكم كيتوفر على مروحه من الأحسن أنكم تستعملوها. وبالنسبة للفرن الغاز، على عافية مهيلة كنطيبوا البسكوي أو الصابلي من التحت ثم من الأعلى. بالنسبة لهذا البسكوي فقط كنطيبوه نصف طيبة. كتخرجوا الصابلي في الوقت اللي كيبدا يذهب ويكتسب لون ذهبي خفيف، حيت باقي غادي نرجعوه للفران يكمل الطياب منين نوضعوا النوغا اللي حضرنا في الأول فوق منه. كيف ما كتشوفوا في الفيديو أنا استعملت إطار ممكن تستغناو عليه وتوضعوا العجين مباشرة فوق صفيحة الفرن. بالنسبة للجوانب أنا ضغطت عليهم باش منين نوضعوا النوغا ما غاديش تهبطنا من الجناب. ما تنساوش تقبوا العجين عاد ديروه في الفران. بعد ما خدا معايا تقريبا 10 دقائق كيكون هذا هو الشكل ديال البسكوي. يلا بدا كيتحمر. كنجيبوا الخليط ديال النوغا اللي حضرنا في الأول، كنفرغوه فوق البسكوي ونحاولوا نديروا طبقة متساوية. بالنسبة لهذا البسكوي كيجي رائع جدا، كنتمنىكم تجربوه. وكتشجيع للقناة نتمنىكم تشتركوا وتضغطوا زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو. وكيكون هذا هو الشكل ديال الصابلي بعد ما خرجناه من الفرن. ما خداش وقت طويل، تقريبا 10 دقائق اخرى حتى تحمرات النوغا. كنحيدوا البسكوي من الفرن وكنخليوه حتى كيبرد تماما. كنحيدوا الاطار على هذا الشكل. كنحاولوا نقطعوا الجوانب ديال الصابلي. بالنسبه لهاد الوصفه كتجي رائعه جدا ومعلكه وفي نفس الوقت مقرمشه، وكتعطي كميه اللي كثيره مقارنه مع المقادير اللي استعملنا. بعد ما قطعنا الجوانب كنقطعوا شرائح اللي طويله كما كتشوفوا. بالنسبه للحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، تقدروا ديروا مربعات اللي صغيره او كبيره على حسب الرغبه ديالكم. من بعد كندوزو باش نقطعوا ديك الشرائح الطويله
الى مربعات او مستطيلات صغيرة كما كتشوفوا في الفيديو. كيجي هاد الصابلي محمر رائع جدا، اللون ديالو كيشهي والمذاق ديالو ضروري تجربوه، كيجي رائع جدا. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي. نتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم، تجربوها وتنجح معكم. وندوزو على بركة الله باش نحضروا الوصفه الثانيه اللي هي عباره عن غريبه براوني. كيجي الشكل ديالها رائع، وبالنسبه للمذاق كيجي معلك. نتمنى هذا الاقتراح الثاني ينال اعجابكم. تبعوا معايا الفيديو الاخير. نبداو على بركه الله. اول خطوه، في كاسرول فوق النار كنحتاجو الزبده 3 المعالق كبيره او ما يعادل 50 غرام. كنضيفوا لها كاس من الشوكولا الاسود او ما يعادل 100 غرام. كنحركوا الكل وكنخليوها حتى كتذوب الزبده مع الشوكولا، وكنحتفظوا بالخليط جانبا. في اناء كنحتاجو كاس من الدقيق او ما يعادل 100 غرام، نصف كاس من السكر حبيبات او ما يعادل 70 غرام، معلقه صغيره من الكاكاو، وجوج معالق كبار من اللوز مطحون. بالنسبه للمقادير ممكن انكم تضاعفوهم باش تحصلوا على كميه اكثر. كنضيفوا القليل من الملح والقليل من خميره الحلويات. كنخلطوا الكل جيدا. بالنسبه للدقيق مهم جدا انكم تكونوا غربلتوه سابقا باش ما تجيكمش غريبه فيها كرات الدقيق مازال بيضه. كنضيفوا كذلك بيضه كامله. كنخلطوا الكل جيدا، وفي هذا الاثناء كنشعلوا الفرن على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. بالنسبه لفرن الغاز كنستعملوا درجه حراره متوسطه. كنطيبوا غريبه من الوجه ديالها ومن بعد كنطلعوها باش كتحمر من التحت. وكما كتشوفوا في الفيديو في هذه المرحله كنضيفوا الزبده والشوكولا اللي ذوبنا في الاول. كنخلطوا الكل جيدا حتى كيمتزجوا العناصر كاملين، ومن بعد كندخلوا العجين الثلاجه لمده تقريبا 5 إلى 10 دقائق. بعد ما خرجنا العجين من الثلاجه كنشكلوا كويرات على هذا الشكل. الحجم ديالهم تقريبا ما بين 20 إلى 24 غرام. كنشكلوا العجين كما كتشوفوا، وكنديروا الكرات متباعده، وما تحتاجوش انكم تضغطوا عليها، فقط ديروها على شكل كرات. بالنسبه لهاد غريبه ما كتحتاجش طياب بزاف في الفرن، تقريبا واحد 5 دقائق وكنخرجوها. بعد ما خرجناها من الفرن كيكون هذا هو الشكل ديال الغريبه. كنخليوها حتى كتبرد، حيت كما كتشوفوا كتكون وهي سخونه رطبه وما تقدروش تحكموا فيها. بعد ما بردات الغريبه كنحتاجوا القليل من الشوكولا اللي ذوبناه. غنشكلوا به خيوط كما كتشوفوا، خيوط صغيره فوق الغريبه. كنستمروا حتى كنكملوا الكميه كلها. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، تقدروا كذلك تخليوها على الشكل ديالها الاصلي، هذا فقط كيبقى اقتراح. كنوضعوا فوق خيوط الشوكولا حبيبات في لون زهري خاصه بالتزيين. تقدروا كذلك ترشوا القليل من اللوز مهرمش. نتمنى هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجربوها. كتجي ناجحه سهله ومذاقها معلك مميز جدا. وهادو كانوا هما الاقتراحات ديال اليوم. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. تلاقاو في فيديو